أنا جمعتكم النهارده بناء على طلب كبير كبارات السوق في الفترة الجاية. عبد الله باشا النمر عايز أقول لكم كلمتين. السوق زي البطل قلاب، واللي مش بيتطور بيريح. وانتوا أكبر تجار ألماس في البلد، تتعاملوا مع الكبار. الكبير مش اللي بيدفع بس، الفلوس مفيش أكتر منها مع الصغيرين. الكبير اللي بيحمي رجالته وبيبعد عنهم الخطر. عبد الله ولد أجدع وأنضف وأكبر جوهرجي في مصر. أول ما عرفت إن عبد الله راجع أنا راجعت كل حساباتي، ومن النهارده يدي في يده وشغلي كله معاه، ولو كلفتني كلمتي مع أي مخلوق أنا هضمن لكم اللي بتكسبوه مضروب في 3، وهديكم الحماية والأمان. اللي معايا كسبان واللي مش معايا فرقان. قلتوا يا معلمين؟ كلنا معاك. كلنا معاك طبعا. على بركة الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده كله؟ سلام. يا سلام، رجعتني يا عبد الله 20 سنه ورا. افتكرت ابوك الله يرحمه لما كان يقعد ويشتغل بايده كده ويفنن. ايه ده بيبخ؟ ايه ده؟ في ايه يا حبيبي؟ ابوك يا عبد الله كان يقعد يشتغل ويرسم ويفنن، يشتغل مع اجانب، اتعلم منهم لغايه ما بقى احسن منهم. السوق كله بعد ما الاجانب مشيت كانوا عايزين ابوك يشتغل عندهم، رفض، ركب دماغه، بدأ بغوشتين وحلق لغايه ما ركب السوق ده كله بقى احسن واحد في السوق. اسم ابويا عايش يا خال، وهيفضل يعلى لحد ما هيبقى اكبر اسم في الدهب. بس يا حبيبي بس. مطرب. طب تعال تعال بكره بعيد، تعال تعال. اقعد يا ملك. لا هما كلمتين بس. طب ما تقوليهم وانت قاعد. اول حاجه الف مبروك على اللي انت فيه ده يا عبد الله. الله يبارك فيك يا ملك. انا بابا امبارح خرج من الحجز وكان تعبان قوي. هو انت السبب في اللي حصل له ده؟ انا اللي دخلته وانا اللي خرجته، وانا اللي قلت لحامد يطلب منه كام عشان يشيل شيلته. حامد؟ حامد ده غلبان على فكره. جالي هنا واستسمحني وترجاني عشان اشغله معايا. حسبتها له، قلت له انت لو خدت من الشيم 2 مليون جنيه مقابل 2 سجن مش هتاخدهم معايا في 20 سنه. واقتنع بصراحه. طب لحد كده وكفايه يا عبد الله لو سمحت. كفايه ايه؟ انت حقك وخدته، انتقام وانتقمت. لو عايز تحافظ على قرابتي انا وانت والايام الحلوه اللي عشناها سوا عشان خاطري كفايه. انت مالكيش دعوه بالموضوع ده يا ملك. انا مفيش بيني وبينك غير كل خير، بس اللي بيني وبين ابوك وقرايبك وانا وهم واحد. كفايه بقى اللي انت عملته فيهم، حرام عليك بقى. انت كنت وحشاني جدا على فكره. والله كان وحشني الكلام معاكي، حتى بالمنظر اللي احنا اتكلمنا بيه. ما تتعبيش نفسك يا ملك، فانا مش هوقف. يبقى من النهارده انا وانت اعداء يا ابن عمي.